السلام عليكم يا جماعة. بمناسبة مباراة الزمالك، أنا عاوز أحكي لكم نكتة. كان في واحد عاوز يبيع عربية، بس عربيته 128 وحط عليها سعر كده، كتب عليها 2 مليون جنيه. فواحد عدى قال إيه ده؟ عربية 128 وعرضها ب 2 مليون جنيه؟ إيه يا عم أنت الراجل ده مجنون ولا إيه؟ قال له بس تعالى يا عم، بس شوف العربية وشوف الأوبشنز اللي فيها وشوف إمكانياتها إيه. قال له هيكون إمكانياتها إيه؟ قال له بس اركب بس معايا. ركب معاه العربية ومشوا بالعربية وساق ومش عارف ايه. قالوا بقول لك ايه، تشرب شاي؟ قال له اه عاوز اشرب شاي. اما الراجل صاحب العربية قام مسح على التابلو بتاع العربية، طلع له العفريت شبيك لبيك، عبدك بين ايديك، ايه عاوز اعمل لك ايه؟ قال له اعمل لنا 2 شاي. العفريت طبعا بسرعة عمل له ايه، 2 شاي وجاب. الراجل طبعا انبهر، عربية وفيها عفريت اول ما تمسح على التابلو. قال له خلاص انا شاري، يعني خلاص شاري. قام مديله 2 مليون كاش وخد العربية ايه ومشي. طبعا خد العربية بقى، العربية فيها عفريت. الراجل ساق وداس بنزين زي ما هو عايز، سرعة بقى وبتاع، خلاص هيقع من على الكوبري. قال لك اعمل ايه؟ خلاص ما امسح التابلو. مسح التابلو، العفريت طلع له. ايه شبيك لبيك عبدك ايه عاوز ايه؟ قال له الحقني انا هقع من على الكوبري. قال له لا انا بعمل شاي بس. فالراجل نط من على الكوبري وقع بالعربية. اهو الزمالك فكرني بكده هو وسوريا. يجوا في الماتشات مع احترامي للمقاولين لفاركو ايا كان، وتلاقيهم ايه، لعيبه كوره واسوريو عامل شغل. يجي عند الاختبار الحقيقي اللي هو ماتش الاهلي، يقول لك انا بعمل شاي بس، ويقع من على الكوبري.